هالكم يوم عم نسمع كلمة نووي كتير، مفاعل نووي، سلاح نووي، مشروع نووي، عباس نووي. شو يعني نووي اصلا؟ تعال اقول لك بدقيقة. في شيء اسمه ذرة، وهالشيء كتير صغير، اصغر من عقلي اللي بتابعه، اسمه نصيب، وجوا هالذرة في شيء اسمه نواة، وهالنواة بقى فيها شغلات اسمه نيوترونات وبروتونات. لما بيجي نيوترون خارجي وبيضرب ذرة وبيفلق النواة تبعها بالنص بيطلع طاقة هائلة، ولما بتنفلق هالنواة بتنتج نيوترونات جديدة، وهالنيوترونات الجديدة بتضرب ذرات تانيين وبتنشطر النواة تبعهم، فبالتالي بينتج نيوترونات جديدة، وهالنيوترونات بتضرب ذرات تانية والخ الخ الخ. وهالشيء جدا جدا خطير، اخطر من ميسي نسخة 2012، لانه لما بتصير العملية تبع لما تنقسم النواة بالنص يلي اسمها انشطار نووي، بتنطلق طاقة حرارية هائلة بسبب انقسام النواة. لا عن جد هائلة يعني. بعض المصادر بتقول انه 1 جرام من الوقود النووي بتنتج طاقة تقريبا مثل 2200 لتر نفط. ولحتى بسط لك الطاقة النووية، تنقسم الذرة بتعطينا حرارة، الحرارة بتغلي المي فبيطلع لنا بخار، البخار بيحرك التوربين ومبروك صار عندنا كهرباء. لكن قد ما هي فعالة هالطاقة قد ما هي خطيرة، لانه اي خطأ هيك او هيك ممكن تطلع اشعاعات مضرة تمتد لالاف الكيلومترات، مثل ما صار بتشيرنوبل. وهالاشعاعات بتسبب مصايب، سرطانات، تشوهات جسدية وعقلية، وهالشيء ممكن يخلي انسان يتفرج على خصم نصيب من كل عقله.